من جانبه كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تستعد لتنزيل برنامج خاص بمواكبة التجار الذين تضررت محلاتهم بالأقاليم التي ضربها زلزال الحوز المدمر، مؤكدا أن لجنة خاصة عملت على إحصاء 2910 نقاط بيع. تقرير في الموضوع لعبد الصمد وحمود. الحكومة تستعد لتنزيل برنامج خاص بمواكبة التجار الذين تضررت محلاتهم بالأقاليمية التي ضربها الزلزال المدمر، حيث عملت لجنة خاصة على إحصاء 2910 نقطة بيع. رياض مزور وزير التجارة والصناعة أفاد بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين أنه تم إحصاء 2910 نقطة بيع خاصة بالتجارة والخدمات، منها 2323 بجهة مراكش و587 بإقليم تارودانت. وزير الصناعة والتجارة كشف أن الإحصاءات المنجزة بيّنت أن 36.4% من المحلات التي شملها الإحصاء تخص التغذية العامة البقالة، و16.7% عبارة عن مقاه ومطاعم، و6.3% في بيع اللحوم، والنسب الأخرى متعلقة ببيع الملابس وأنشطة أخرى. المسؤول الحكومي سجل بأن 44% من هذه المحلات لا تتجاوز مساحتها 20 مترا مربعا، و84 مساحتها ما بين 20 و50 مترا مربعا، مشددا على أن 45% من هذه المحلات ما هدمت بالكامل أو مهددة بالانهيار. رياض مزور أفاد كذلك بأن 51% من هذه المحلات تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة، و25% من التجار تعرضت سلعهم للضياع، و45% سجلت لديهم أضرار متفاوتة بالنسبة للسلع. وبخصوص انتظارات هؤلاء التجار، زاد المسؤول الحكومي مبينا أنها تتمثل في ترميم المحلات التي أصابتها التشققات، وإعادة البناء والترميم والدعم المالي من أجل إعادة المخزون من السلع ومواجهة انخفاض النشاط وتغطية ديون الزبناء والموردين في هذه الظرفية، مؤكدا أن الوزارة قامت بإعداد برنامج خاص لمواكبة هؤلاء التجار، وهو في طور التقييم من لدن الجهات المسؤولة، وسنعرضه بعد ذلك على اللجنة الحكومية للمصادقة عليه والشروع في تنزيله في أقرب وقت.